كلها ان فاشل جاب فاشل. يعني الفاشل احمد مجاهد، انا بقول لك اهو. وانا لو في عندنا بجد مسؤولين في الرياضه في مصر ما يعديش الموضوع ده. مع اول الاحترام بس الكلمه، يعني الكلمه دي كانت انه يعني اكيد فين جبهات ايه؟ مين احمد مجاهد عشان يمسك اتحاد كوره؟ ماشي. فخلينا واضحين بقى. خلي بالك في ناس شكرت كابتن احمد مجاهد لما وصلنا كاس يا عم سيبك من الاونطه دي، وطلعنا من السنغال بضربات ترجيح. يا عم الناس اللي بتطبل اللي كانت بتهاجمنا هم النهارده اللي بيهاجموه. يعني الناس اللي كانت بتهاجمني لما كنت بطلع واقول كيروش ما عندوش فكره، كيروش ما عندوش فكره، الراجل دوت هيبوظ الكره في مصر، الراجل ده طلعنا من البطوله العربيه والبطوله الافريقيه وبعد كده ما وصلناش كاس عالم. هو انت تقول لي شكروه على ايه؟ ده كله بيطبل يا عم، سبوبه ودايره يا عم فاروق. كله عايز من التورته، كله عايز يقول له ان انا اهو بشكر فيك عشان يبقى لي مكان. احنا هنتكلم بجد ولا بص يا فاروق، احنا عايزين يا كابتن الحاجه الصريحه بحيث ان احنا انت عايز الجد، ما نضللش الناس وما نضللش نفسنا كمان. اتفضل يا كابتن. عايز الجد لازم يتحقق في الموضوع ده. ازاي ما وصلناش كاس عالم؟ اديها يا كابتن رضا، اديها كلها بتاكل عيش وعارفه بعضيها. اللعيبه ارجع الموضوع زي ما قلت لك المره اللي فاتت، لسه ولا في حسم حسين الشحات ولا في حسم رامي ربيعه، وياسر ابراهيم يمكن هو الاقرب بعد محمود متولي، ولكن محمود متولي اتفق على كل حاجه. كهربا يا كابتن اتكلمنا عن الفلوس بتاعته واتكلمنا عن الموضوع ده. ايه اللي بيعمله كهربا دلوقتي؟ نادي افس البرتغالي اعلن افلاسه. تمام. استاذ طبعا اشرف عبد العزيز محمد كهربا بيشكك في المعلومه دي وبياكد ان النادي ما افلسش ولا حاجه، وان كل اللي بيعمله ده تلاعب عشان ما يدفعش الغرامه. الغرامه وصلت كام دلوقتي؟ الغرامه دلوقتي 60 مليون جنيه، المفروض 30 مليون جنيه كهربا و30 مليون جنيه النادي البرتغالي. كهربا هيعمل ايه الفتره الجايه؟ هيقاضي نادي افس البرتغالي عشان يدفعوا الغرامه. وهيعمل ايه؟ انا جاي لك يا كابتن اهو، انا جاي لك. كهربا هيعمل ايه؟ هيدفع 30 مليون جنيه بتوعه. دي قيمه الايه؟ نص العقوبه هتدفع خلال الفتره الجايه بعد يناير. هيدفعوا ال 30 مليون جنيه هيدفعوا. تمام. وهيبعت للفيفا يطلب استثناء ان هو دفع نص الغرامه، اذا هو جدي في الدفع لحد ما تتحل ازمه افس البرتغالي. هل فعلا النادي ده افلس ولا ما افلسش؟ يبتدي بقى يشوف الموضوع، بس هو هيطلب بقى في ده انفراد ده يا كابتن. ما هو ده بقى اللي هيحصل. كهربا هيعمل ايه؟ هيثبت جديه ويروح يدفع 30 مليون جنيه. يا جماعه هياخد نصهم من الاهلي، احنا اتفقنا ان هو ياخد من الاهلي 15 مليون جنيه. كهربا عايز يوفر يعني. عايز يوفر طبعا يا كابتن. النيني راجع يا حاره، لعيب الكبير اللي هيكسر الدنيا. كهربا نيني على الهادي يا زبادي راجع، يعني هيقلب كل المواجع. الحراق سلام.